5 جويليا 1830 سفن فرنسية ترسو على شاطئ سيدي فرج، ومعها يبدأ كابوس سيدوم 132 سنة. وفي 5 جويليا 1962 بعد 132 سنة بالحرف الواحد يقف جزائري حر على نفس التراب يرفع علماً لم يكن يملكه. بينهما 1.5 مليون جزائري لم يعيشوا ليروا هذا اليوم. بينهما قرى محيت بالكامل من الخريطة، وبينهما شيء آخر لا يحكى كثيراً. أصوات من أبناء هذا الشعب نفسه قالت لمن حمل السلاح: اتركوه لن تنتصروا، ستجلبون علينا الفناء. هذه ليست فقط قصة استقلال، هذه قصة شعب انتصر على عدوه وعلى صوته الداخلي الذي حاول إسكاته. 8 ماي 1945 العالم كله يحتفل بهزيمة النازية، والجزائريون الذين قاتل آلاف منهم تحت العلم الفرنسي نفسه خرجوا يطالبون فقط بما وعدتهم به فرنسا: قسطاً من الحرية. في سطيف رفع شاب علماً جزائرياً صغيراً، فأطلقت الشرطة الفرنسية النار عليه في الشارع، ومن تلك الرصاصة الواحدة انفجر كل شيء. الجيش الفرنسي قصف القرى من الجو، وفي المدن جمعوا الناس وأمروهم أن يحفروا حفراً في الأرض بأيديهم، ثم أطلقوا عليهم الرصاص فوق تلك الحفر ليدفن كل فوج من سبقه. عشرات الآلاف ماتوا في أسابيع قليلة، لا أحد يعرف العدد الحقيقي بدقة حتى اليوم، لأن من قتلهم هو نفسه من كتب التقرير. في تلك اللحظة فهم جيل كامل من الجزائريين شيئاً لا رجعة فيه: الكلمة لا تكفي، التظاهر لا يكفي، الرجاء لا يكفي. وهنا قبل أن نتحدث عن البطولة يجب أن نتحدث عن الخوف، لأن كل ثورة حقيقية في التاريخ ولدت وسط من حاول قتلها في مهدها. كان هناك داخل المجتمع الجزائري نفسه صوت آخر، صوت يتكلم بلغة الدين ولكنه يخدم غير الدين. فرنسا كأي قوة استعمارية ذكية لم تكتفي بالبندقية، بنت لها رجال دين موظفين يتقاضون رواتبهم منها، يصعدون المنابر بثياب رجال الإيمان، ويقولون للناس كلاما يبدو حكمة، ولكنه في حقيقته استسلام مغلف بآية: فرنسا أقوى منا، ليس لنا جيش نقاتل به. من يحمل السلاح يجلب على الناس الفتنة ويهلك الأرواح بلا فائدة. الصبر والسكوت أهون الشرين. كلام يبدو ورعاً، لكنه في حقيقته كان الدرع الذي يحمي به المحتل نفسه. لم يكن هؤلاء جبناء عاديين فقط، بل كانوا أداة، لأن كل احتلال في التاريخ يحتاج دائماً إلى من يقول للمقهورين: اقبلوا قدركم. وكانت المفارقة المرة أن أكثر من يقاتل هذا الخطاب بشدة كانوا علماء حقيقيين تربوا على عكسه. لم يكن الخلاف دينيا بقدر ما كان خلاف من يخدم من. وسط كل هذا الصوت المثبط اجتمع رجال لا يتجاوز أكبرهم 37، مطلوبون مطاردون، بلا جيش نظامي وبلا سلاح يكفي حتى لكتيبة واحدة من الجيش الفرنسي. ديدوش مراد، رابح بطاط، العربي بالمهيدي، كريم بالقاسم، محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد. في 23 من أكتوبر 1954 حددوا الساعة في ليلة 31 أكتوبر، وانطلقت الرصاصة الأولى من جبال الأوراس. لم يكن لديهم جيش، كان لديهم شيء أعنف من الجيش: قرار لا رجعة فيه. وفي باريس لم تأخذ الحكومة الفرنسية الأمر بجدية في البداية. وزير داخليتها قال جملة بقيت محفورة في كل كتاب تاريخ: الجزائر هي فرنسا. ثم حين اتسعت الثورة ولم تعد تحتمل محاولة تجاهلها، تغير الخطاب الفرنسي إلى شيء آخر تماماً. لم تعد فرنسا تتحدث عن ثوار أو مقاومين،
الصحافة الفرنسية والإدارة وجزء من المعمرين اخترعوا لهم كلمة أخرى: الفلاقة، قطاع طرق، خارجون عن القانون، مجرد عصابة من المتوحشين الذين لا هدف لهم سوى القتل العشوائي. لم تكن هذه تسمية بريئة، بل كانت غطاء، لأن من يسمى إرهابياً لا تطبق عليه قوانين الحرب، ولا يعامل كأسير، ولا يحق له محاكمة عادلة. وبهذا الغطاء فعل كل شيء: التعذيب بالكهرباء والماء في زنازين معركة الجزائر. وبهذا الغطاء فعل كل شيء: التعذيب بالكهرباء والماء في زنازين معركة الجزائر، اختفاء آلاف الجزائريين بلا أثر، وما يقارب 2,000,000 جزائري اقتلعوا من قراهم وحشروا في مخيمات تجميع خلف أسلاك شائكة لقطع الصلة بينهم وبين المقاومين في الجبال. وكان من بين الجزائريين أنفسهم من حمل السلاح في صفوف فرنسا ضد أبناء وطنه، وعرفوا بالحركة. بعضهم فعل ذلك خوفاً، وبعضهم اقتناعاً بأن المقاومة مغامرة همجية لا أمل فيها. فمن جهة خطاب ديني يدعو إلى الصبر والتسليم، ومن جهة أخرى خطاب استعماري يصف المقاومين بالوحشية. وفي الوسط شعب وحيد بلا غطاء جوي وبلا حليف حقيقي يواجه أحد أقوى جيوش العالم بالسكاكين والبنادق القديمة وجبال وعرة لا ترحم. والجواب على كل من قال اقبلوا وعلى كل من قال همج جاء من رجل واحد في لحظة واحدة: العربي بالمهيدي، حين اعتقل عام 1957 وعذب حتى الموت، لم يكشف حرفا واحدا. والضابط الفرنسي الذي تولى تعذيبه بنفسه اعترف بعد سنوات بشجاعة هذا الرجل. لم يكن همجيا، بل كان رجلا يحمل في صدره وطنا كاملا، ورفض أن يبيعه بثمن الألم. 7 سنوات، جبال، سجون، مناف، مظاهرات تخرج في وجه الرصاص مباشرة، كما حدث في 11 ديسمبر 1960 حين رفع الجزائريون العلم الوطني أمام الجيش الفرنسي نفسه، ليثبتوا للعالم أن هذا ليس إرهابا، بل شعبا كاملا يريد شيئا واحدا: حريته. تحت هذا الضغط اضطر ديغول نفسه للتسليم بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم. 19 مارس 1962 وقف إطلاق النار. 1 جويليا 1962 استفتاء صوت فيه الجزائريون بأغلبية مطلقة لصالح الاستقلال. 3 جويليا فرنسا تقر رسميا بهزيمتها، ثم اختارت الحكومة الجزائرية المؤقتة يوما آخر ليكون يوم الاستقلال الرسمي. لم تختار 3 جويليا، بل اختارت 5 جويليا، نفس اليوم الذي دخل فيه الفرنسيون سيدي فرج عام 1830 بالضبط، بعد 132 سنة. لم تكن صدفة، بل كانت رسالة لا تحتاج إلى ترجمة. في اليوم الذي بدأتم فيه احتلالنا أنهيناه نحن بأيدينا. والآن بعد كل هذا يحق لنا أن نسأل من كان مخطئا في هذه القصة. الذين قالوا فرنسا أقوى منا فلنقبل ولنصبر، أين أصبحت أصواتهم اليوم؟ ضاعت، لأن التاريخ لا يكتب بأصوات من استسلم. والذين قالوا هؤلاء مجرد همج وإرهاب، أين هي تلك الرواية اليوم؟ سقطت أمام الحقيقة الأبسط، أن من حمل السلاح في وجه الظلم لم يكن يطلب أكثر من أن يعيش حراً على أرضه. التاريخ في النهاية لا يرحم أحداً من هؤلاء، لا الذي خاف باسم الدين ولا الذي كذب باسم الحضارة. لكن قبل أن أنهي هذا الفيديو أريد أن أقول شيئاً واحداً، ليس كمؤرخة هذه المرة، بل كجزائرية تتحدث إلى جزائريين. كل شهيد من هؤلاء لم يمت من أجل أن نملك علما نرفعه يوما واحدا في السنة، بل مات من أجل شيء أكبر بكثير: أن نبقى أحرارا في قرارنا، وأن نتكلم بلغتنا دون خوف، وأن نصلي في مساجدنا دون استئذان من أحد، وأن نقول هذه أرضنا بثقة
لا يهزها أحد. العربي بالمهيدي لم يتكلم تحت التعذيب لأنه كان يحمل أمانة شعب كامل، وديدوش مراد مات وعمره لم يتجاوز 30، لأنه آمن أن من سيأتي بعده سيكون أفضل منه. السؤال الحقيقي واليوم ليس هل نتذكرهم، بل السؤال الحقيقي هو هل نحن أهل لما ضحوا من أجله؟ أمانة الشهداء ليست تمثالا نزوره، وليست خطابا نسمعه في 5 جويلية ثم ننساه. أمانة الشهداء أن نبني ما استشهدوا من أجله، وأن نحفظ وحدتنا حين يحاول أحد أن يفرقنا، وأن نعلم أبناءنا تاريخهم الحقيقي قبل أن يأتي من يكتبه لهم بطريقة أخرى. كل جيل من الجزائريين ورث هذه الأمانة من الجيل الذي قبله، وجيلنا اليوم ليس استثناء. فلنكن جزائريين يستحقون أن يقال عنهم يوما هؤلاء حفظوا الأمانة. 132 سنة من الاحتلال، و7 سنوات من القتال المباشر، وصوتان داخليان حاولا إسكات الثورة قبل أن تبدأ وبعد أن بدأت، ومع ذلك انتصرت الجزائر. إذا أثرت فيك هذه القصة فاخبرني في التعليقات، أي صوت كان أخطر في رأيك؟ صوت من قال اقبلوا أم صوت من قال إنهم همج؟ في الفيديو القادم سنتحدث عن العربي بالمهيدي بالتفصيل، عن الرجل الذي مات تحت التعذيب ولم يتكلم. اشترك في هذه القناة واضغط زر اللايك، لأن هذه القصص لا تنتهي هنا، هناك المزيد.